هل حصل قبل كده ان انت وراك حاجة مهمة جدا وكل ما تيجي تقعد عشان تعملها بتتشغل، بتمسك الموبايل، بتقوم تعمل قهوة، تقوم تعمل اي حاجة غير الحاجة اللي انت عايز تقعد تعملها اللي هي الحاجة المهمة دي؟ انا الموضوع ده عانيت منه كتير، ولقيت طريقة هي تريك اسمها الفايف minutes رول او قاعدة الخمس دقايق. هي الفكرة ايه؟ ان اصعب جزء في ان انت تقعد تعمل الحاجة هي القعدة نفسها، البداية. فانت بتخدع عقلك بطريقة ان انت بتقوله انا هقعد لمدة 5 دقايق بس اعمل الحاجة دي، وبعد كده هعمل اي حاجة تانية انت عايزها يا عقلي. فبالتالي اما تيجي تقعد ال5 دقايق دي اللي بيحصل ايه؟ ان ال5 دقايق بتعدي، انت كسرت صعوبة البداية بان انت فهمت عقلك ان انا هقعد 5 دقايق بس. وبعد ما ال5 دقايق دي بتعدي بتلاقي ان انت جسمك قادر وعقلك قادر، طالما دخلت في الموضوع، دخلت في الحاجة المهمة دي، جسمك بقى قادر انك تكملها. فدي طريقة جربها وقولي في الكومنتات نفعت معاك ولا لا.